السلام عليكم. النهاردة هنعمل وصفة كلنا بنحبها، صوص من الصوصات الأساسية جنب كل الأكلات. النهاردة هنعمل مع بعض الكاتشب. مش هقولكوا الطعم زي بتاع الشركات أو اللون أو القوام، بس هسيبكم انتوا اللي تحكموا. كمان مضمون، ضامنين نظافته وموثوق فيه، وبتكلفة أقل كتير من الكاتشب اللي احنا بنشتريه من بره. يعني أنا عملت الكاتشب كلفني 3 جنيه. هحتاج بقى عشان اعمل الكاتشب اي كمية طماطم نحبها. انا هنا استخدمت 8 طماطمات كبار، غسلاهم طبعا ومقطعاهم 4 ارباع. اختار الطماطم اللي تكون حمرا قوي عشان تدينا لون احمر وحلو للكاتشب. احطهم كده في حلة واحط عليهم نص كوباية مية، وارفعهم على النار، على نار متوسطة او هادية، واغطيهم. اسيبهم بقى يغلوا لحد ما يتسلقوا. شايفين بقى الطماطم بعد ما اتسلقت؟ سيبها تغلي لحد ما تبقى بالشكل ده، والاقيها بقت طرية جدا والقشرة بقت بتشال من عليها كده بسهولة. احطها بقى في الخلاط واضربها زي ما هي كده بدون اضافة اي مية. ممكن اضربها بالهاند بلندر او في الكبة، المهم ان احنا ننعمها جدا. اصفي بقى الطماطم دي عشان اتخلص من البذر ومن القشر، عشان الكاتشب بتاعنا يبقى صافي وكريمي. المصفى اللي استخدمها تكون ضيقة جدا عشان ما تنزلش اي بذر او اي قشر صغير. انا كارلا، ودي قناتي كارلا في المطبخ. لو اول مرة تشوفوني، لو عجبتكم القناة دوسوا اشتراك ولايك. بس كده انا صفيتها كلها. حطها بقى على النار زي ما هي كده من غير مغطيها. اسيبها لحد ما تسبك وتتقل وتتكثف. عايزين المية اللي فيها تتبخر. شايفينها بقى بعد ما غليت تقلت شوية ازاي. اسيبها برضو تغلي اكتر. شايفين القوام بتاعها؟ اسيبها تغلي كمان شوية. كده تقلت معايا خالص. شايفين تقيلة ازاي؟ اهم حاجة ان انا اسيبها تغلي على نار هادية عشان ما تتلسعش معايا او طعمها يتغير. اضيف بقى ليها البهارات. احط لها معلقة صغيرة ملح، نص معلقة فلفل اسود، ونص بصل بودر، نص توم بودر، ورشة صغيرة بابريكا، وحبيتين قرنفل. اضيف كمان معلقتين كبار سكر، واربع معالق خل. سيبها تغلي شوية كمان. شايفين اللون والقوام بتاعها؟ السمك بتاعها تقلت ازاي. اجي بقى في طبق بره كده احط نص معلقة صغيرة نشا وعليهم شوية مية فترة وادوبهم. واضيفهم على الكاتشب. هنا الكاتشب بتاعي كان تقيل فمش محتاج نشا اكتر من كده. كمان مش هنحتاج نزود النشا عن كده عشان احنا مش عايزين القوام يبقى تقيل قوي. عايزينه يبقى متوسط كده، لا سايل قوي
ولا تقيل قوي. كمان لما هيبرد هيتقل شوية كمان. اخر حاجة بقى ان احنا نختبر الكاتشب. حط شوية كده في طبق، لو لقيته نزل مية يبقى الكاتشب محتاج يغلي شوية كمان ويتكثف ويتقل اكتر. هنا الكاتشب منزلش معايا اي مية. كمان لما قسمت كده الكاتشب فضل زي ما هو، ما وصلش ببعضه ولا اي حاجة. يبقى كده الكاتشب تمام، قوامه مظبوط وتمام ومظبوط جدا. شايفين بقى الكاتشب كده معانا القوام بتاعه واللون، لونه احمر. الكاتشب من الحاجات السهلة جدا، كمان سعرها دلوقتي بقى غالي. انا عملت دلوقتي الكاتشب، كمية الطماطم اللي انا استخدمتهم دول اقل من كيلو، حوالي كيلو الا ربع طماطم، يعني تكلفة كلها على بعضها ما كملتش معايا 3 جنيه. عملت لي الطبق ده كله. كمان حاجة نظيفة ومضمونة، متأكدة من نظافتها وواثقة منها، واثقة من الطماطم انها سليمة. نقدر كمان نعمل كمية كبيرة ونحطها في الفريزر ونطلع منها وقت الحاجة. لو عايزين الكاتشب يبقى حار اضيف فلفل احمر حار مع الطماطم في الاول وانا بسلقها، واضرب بعد كده الفلفل معاها. ما تنسوش وانتوا بتعملوه صلوا على النبي. بالهنا والشفا.